حواوشي ايه ده اللي ب 147 جنيه؟ فمن غير رغي كتير، هو ايه اللي هيحصل لو جبنا من اغلى محل حواوشي ضد ارخص محل حواوشي؟ الفكره دي ببساطه عباره ان احنا بنطلب من اغلى مكان بيبيع حواوشي ضد ارخص مكان بيبيع حواوشي، ونشوف هل فعلا في فرق بين الاثنين ولا الحوار اسم براندات وخلاص. فطلبنا المطعمين النهارده هو طبعا حواوشي رفاعي عابدين، طبعا غني عن التعريف، واغلى مطعم. انت الوهله هتتخيل ان حواوشي رفاعي واغلى مطعم، بس خد الكبيره بقى. انا كنت بقلب كده فلقيت محل اسمه استوديو مصر بيبيع الحواوشي عنده ب 147 جنيه، 146 جنيه و43 قرش، يعني يعتبر هو خد مني 147 جنيه. 147 جنيه في رغيف حواوشي. لحمه ايه اللي مستخدمها انا مش عارف. فوالله بصوا كده الحلقه النهارده سخنه، فاعمل الفولو اللذيذ بتاعك عشان ايه نبدا بقى المقارنه. مبدئيا كده استوديو مصر بيجي لك كيس كده ابيضاني ملوش هويه خالص، بينما طبعا حواوشي رفاعي جايب لك اللوجو بتاعه كده على الكيس بتاعه. فتمام ماشي. طلع الاول حواوشي رفاعي، طبعا احنا كلنا عارفينه، بيجي لك كده في علبه وده بيكون شكله. فنسيب كده حواوشي رفاعي على جنب ونمسك اللي ب 147 جنيه ده. تعالى لي بقى. اول حاجه بيجي لك المناديل والفلفل بتاعك والشوكه والمعلقه. مش عارف انا كده اكل حواوشي ولا محتاج شوكه ولا معلقه. طبقه ايجيبت دي غريبه، انا باكل الحواوشي بايدي عادي. فتمام دي كده اول حاجه. بيجي لك طبعا متغلف في سوليفان كده. بيجي لك اول حاجه طبعا طبق المخلل بتاعك والاثنين كاتشب بتوعك. هنفتحه بقى كده ونشوف ايه فكره 147 جنيه. هل السعر ده فعلا منطقي؟ هنفتح كده. بيجي لك طبعا حواوشي متغلف كده في ورق، هو مزيت شويه بس ماشي. هنحاول نتغاضى عن الفكره دي، ما هنحاول نعديها. طلعوا رغيفين. اول حاجه بيجي لك نصين كده، ولو فتحت تحت تاني هتلاقي في ورقه برده متغلف فيها رغيف تاني برده، فنصين كده. ما هو انت دافع بقى، انت دافع 147 جنيه، فانت وش ولو رغيف حواوشي يبقى في حاجه غلط. وبيجي لك معاه شويه بطاطس كده، حبه بطاطس حلوين كده. فانت تمام، الاوردر بتاعك متغلف في ورق سوليفان على بطاطس على كاتشب على مخلل. فخلينا نبدا الاول بحواوشي رفاعي عشان ده اللي احنا عارفينه، وبعد كده نشوف بقى استوديو مصر ده طعمه عامل ازاي. هو تقريبا بوزن الاثنين اللي فاتوا، يعني ما شاء الله الرغيف كبير جدا. فنقطع كده حواوشي رفاعي. بسم الله. هو في الرفاعي بصراحه الحق يتقال ان طبقه اللحمه تحس اللي هي مش تخين قوي، لا تحس ان هي رفيعه كده، بس كتتبيله اللحمه طعمها حلو في السندوتش. العيش بتاعهم طعمه حلو بيقرمش كده، فلا مدي نكهه كده مع اللحمه طعمها جامد جدا. فحواوشي رفاعي على فكره 45 جنيه شابوه جدا، شابوه جدا. فنسيب كده حواوشي رفاعي على جنب عشان نخش اللي مش عادي خالص بقى، اللي هو بصوا تعالى لي طبعا المخلل والاثنين كاتشب. 147 جنيه تمام، انت واخد رغيفين فيهم. هل ده يعادل مثلا حواوشي رفاعي ولا اكبر؟ حاسس انه يعتبر متساويين، يعني كفكره الاثنين من دول اللي هم 4 انصاص، حاسس ان هم في مقام حواوشي رفاعي، يعني نفس تقريبا الحجم بتاع الاثنين. بتحس اللي هو سمك اللحمه تحس اللي هو اتخن سيكه، يعني حاجه بسيطه قوي. خلينا نقول بسم الله. بصوا ده اللي بكلمكم فيه، ان طبقه اللحمه تحس ان هي تخينه كده او سميكه، فلا حاسس ان طبقه اللحمه هنا اكتر شويه من حواوشي رفاعي. انا بصراحه عندي اعتراض على فكره ان هو حاطط لك مخلل. انا شايف ان هو لو كان هيبقى احسن بكتير قوي لو حط لك طحينه، يعني فكره انك بتدفع لي 147 جنيه فلا حط لي طحينه احسن على الاقل بالنسبه لي من المخلل او الكاتشب. الكاتشب ماشي ممكن البطاطس، بس فكره حواوشي ما ينفعش من غير طحينه، وده على فكره عيب. لو عيب على الاثنين، على حواوشي رفاعي وعلى استوديو مصر. نمسك كده نجرب عايز احلل الفلوس، فجرب مثلا بالمخلل. مش عارف. بسم الله. في استوديو مصر انت تحس انك بتاكل طعم اللحمه، هي باينه ان هي طعمها لحمه اكتر من هي حواوشي. يعني الحواوشي الرفاعي بالعكس كنت حاسس بتتبيله الحواوشي مع العيش كده اللي بيقرمش، فلا كانت عامله ميكس الحواوشي اللي احنا كلنا عارفينه. وتحس كده ان استوديو مصر عامل اقرب لما يكون الى ان هي وجبه. والله انتوا قولوا لي بقى، هل فكره الرغيفين دول مع البطاطس مع الكاتشب والمناديل والحاجات دي هل تستاهل فعلا 147 جنيه؟ يا سيري 147 على الاثنين. فانت هنا في استوديو مصر واخد الرغيف ب 73 جنيه ونص. هل يستاهل؟ حاسه لا. يعني انت روح هات لك يا باشا 2 من حواوشي رفاعي يلكموا معاك جدا. فتقريبا دي اول مره ان الحواوشي الرخيص يكون احسن من الحواوشي الغالي. في الاول وفي الاخر برضه هسيب لكم انتوا الحكم كده، انتوا تقولوا لي حواوشي رفاعي يكسب ولا استوديو مصر لو حد جربه. وهل شايفين فرق السعر بين الاثنين هل هو يستاهل ولا لا؟ حواوشي رفاعي مقدم لك طعم او مش مقدم لك حاجه معاه بصراحه خالص، ولا كاتشب ولا طحينه ولا اي حاجه ولا حتى مخلل ولا حتى مناديل. يعني تمام، هو حواوشي رفاعي بس كده. فتمام، لو هنتكلم بقى في الاخر على نقطه الباكج، لا بصراحه استوديو مصر يكسب في نقطه الباكج. لو هنتكلم بقى على فكره كطعم، لا بصراحه حاسس ان حواوشي رفاعي اجمد بكتير جدا من استوديو مصر. فبس كده اتاكد انك عامل فولو عشان عايزين نوصل ل 100,000 فولو يا جدعان. فالفولو بتاعك كده لذيذ. وبس كده، ده كده الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك في البيج. سلام.